طبعا كلنا اكيد بنخاف على البيانات والخصوصية، واهم حاجة عندك بتكون هي خصوصيتك وبياناتك، وازاي بقى تقدر تحميها من اي هاك او من اي تحديثات بتحصل وانت مش واخد بالك. انت بتكون في اعدادات جوه الموبايل نفسه ونازلة من الاندرويد ونازلة من جوجل، انت ما بتكونش واخد بالك منها، والاعدادات دي او تفعيل الحمايات دي هو اللي بيحسن مستوى الحماية عندك لآخر إصدارات مستوى الحماية. طبعا حضراتكم كلكم عارفين ان جوجل والاندرويد والشركات دي دايما بتكتشف ثغرات بيدخل من خلالها الهاك او بيحصل من خلالها الهاك للموبايلات، وهم دايما بيحدثوها اول باول. فانت دايما المفروض ان انت تكون مواظب معاهم التحديث ده. وتعالى اما نشوف هنعمل التحديث ده ازاي، لكن الشرح حاليا على موبايلات اوبو. ولو معرفتش توصل للشرح او للمكان اللي انا هشرح منه، سيب لي نوع موبايلك في كومنت وانا هقول لك هتوصلها ازاي، لان الخاصيه دي بتكون موجوده على كل الموبايلات الاندرويد اللي شغاله بنظام اندرويد. هنضغط على الاعدادات بالشكل كده، وهنيجي تحت على حاجه اسمها الامان والخصوصيه، وهنضغط على الامان والخصوصيه بالشكل ده. طبعا عندك امان التطبيقات ده كده كده شغال اوتوماتيك، ولو مش شغال عندك حاول تفعله، ولو ما عرفتش برضو سيب لي نوع موبايلك في كومنت. النظام والتحديثات هنضغط عليه بالشكل ده كده، هيقول لك تحديث الامان، هتضغط عليه بالشكل ده كده. انا كده كده عامل تحديث من وقت قريب يعني. بص، هتضغط البحث عن التحديثات بالشكل ده كده، الموبايل عندك هيعمل بحث وهيعمل سيرش، وهيقول لك وقت اخر بحث ناجح عن تحديث الساعة 10:34 دقيقة، اللي هي نفس التوقيت بالظبط بتاع الموبايل. ودي اخر وقت انا عملت فيه حاليا بحث عن تحديثات، لكن هو اخر تحديث نظام اندرويد عندي كان 1 يوليو 2025 زي ما حضراتكم شايفين. وايه فايدة التحديثات دي بالنسبة لك انت عشان الموبايل ما يحصلش فيه هاك او يحصل فيه حاجة زي كده؟ التحديثات دي بتكون نظام الاندرويد نفسه بيكتشف ثغرات وبيكتشف حاجات بيحصل من خلالها هاك، والاندرويد نفسه دايما بيقفلها. لكن انت لو ما عملتش التحديث ده باستمرار بيكون الهاك موجود عندك وموبايلك معرض للهاك. وهنيجي بقى لتحت كده تحديث نظام جوجل بلاي. زي ما حضراتكم شايفين انا عندي تحديث ولسه مش محدثه. وايه هو تحديث جوجل بلاي ده؟ هتضغط زي ما انت شفت معاه بالخطوات كده، هتلاقي عندك نظام جوجل بلاي نفسه بيحتاج تحديث من وقت للتاني. ونظام تحديث جوجل بلاي ده ليه مشاكل كتير، واهمها ممكن يأثر معاك على الشبكة، لان الموبايل نفسه جوجل سيرفيس ما بتكونش شغالة على اخر تحديث ليها. فانت بيأثر معاك على حاجات كتير جدا، ومن اهمها تحديث التطبيقات وتحديث حماية التطبيقات، لان هو ما بيكونش البرنامج او الابليكيشن المسؤول عن تشغيل التطبيقات نفسها ما بيكونش محدث لاخر تحديث. ودي بتكون مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لك انت. ممكن تيجي تسمع شرح زي اللي احنا بنعمله مع بعض ده حاليا وما تلاقيش الخاصية موجودة عندك، لان انت مش محدث جوجل بلاي. فاوريدي طبيعي ان التطبيق مش متحدث عندك، هو ظاهر معاك على جوجل بلاي ان هو على اخر تحديث، لكن هو بالفعل جوجل بلاي نفسه مش محدث. فدي بتعمل لك مشاكل وبتعرضك انت وموبايلك وبياناتك وتطبيقاتك ان ممكن يحصل من خلال التطبيقات نفسها هاك، لان انت مش محدث التطبيقات زي ما قلنا. وحاسس ان انت استفدت من الفيديو، ما تنساش تسيب لي لايك، ولو لسه مش متابعنا تابعنا عشان ما يفوتكش اي جديد. ولو معرفتش توصل للاعدادات دي سيب لي نوع موبايلك في الكومنت.